السلام عليكم. اليوم كاين واحد الخبر اقتصادي مهم بزاف وكيهم كل مواطن ولا مواطنه بالمغرب. المعطيات الرسميه الاخيره بينات ان معدل البطاله في المغرب تراجع واصل 9.5%، وهذه النسبه كتعكس تحسن ملموس مقارنه بالسنوات الفايته. ولكن السؤال الاساسي اللي خاصنا نفهموها كاملين هو شنو هي القطاعات اللي ساهمت في هذا التراجع، وكيفاش هذه الارقام كيأثر على حياتنا اليوميه وعلى سوق الشغل. الا شفنا الاقتصاد الوطني كنلقاو بزاف ديال المجالات بحال الفلاحه، الصناعه والتجاره، ولكن التقارير الاخيره ثبتت ان قطاع الخدمات هو اللي كيتصدر القائمه، هو المشغل الاول اليد العامله في المغرب حاليا. وفاش كنهضروا على قطاع الخدمات راه كنقصدوا المجالات الحيويه بحال السياحه، النقل واللوجيستيك، الابناك والخدمات الماليه، اتصالات، تجاره. هذا القطاع يقدر يخلق مناصب شغل جديده ويستوعب عدد كبير ديال الشباب اللي كانوا كيبحثوا على العمل، وهذا الشيء هو اللي ساهم بشكل مباشر في خفض النسبه البطاله الحد الحالي. بطبيعه الحال تراجع البطاله 9.5% وهو مؤشر ايجابي كيبين ان العجله الاقتصاديه كتحرك وان الشركات كتزيد تفتح فرص جديده، وهذا الشيء كينعكس على الحركه التجاريه والقدره الشرائيه. ولكن في المقابل خاصنا نكونوا واقعيين ونعرفوا ان التحديات ما زال في قائمه، خصوص مع تقلبات قطاع الفلاحه بسبب الظروف المناخيه وتاخر التساقطات. داك الشيء علاش الراهن الكلي دابا هو المواصله بدعم الاستثمارات وتشجيع القطاعات الخدمات والصناعيه باش تحافظ على توازن وتخلق فرص شغل مستدام في المدن والقرى على حد سواء. وفي النهايه هذه الارقام كتعطي انطباع على المستقبل، ولكن العمل باقي مستمر باش كل شاب والشابه يلقاو فرص اللي كيستحقوها في الاسواق. وانتم شنو الراي ديالكم؟ واش كتشوفوا باللي حركه الشغل بدات كتحسن في المناطق ديالكم؟ شاركونا الراي ديالكم وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد في الاقتصاد المغربي.